تاني مكان معانا غاينطال، وادي الراين. تخيل معايا نهر طويل ماشي وسط تلال خضرة، وحواليه قلعة قديمة فوق الجبال، وصوت المية محاوطه من كل اتجاه. ده مش ذكاء اصطناعي، ده وادي الراين في ألمانيا. المكان ده موجود بين مدينتين اسمهم بينجن وكوبلينز في جنوب غرب ألمانيا. المنطقة كلها عبارة عن نهر الراين، وهو بيشق طريقه وسط الجبال والقرى الصغيرة. فكل منعطف في النهر وكل قلعة على الجبل وراها تاريخ وراها قصة. المنطقة دي كانت زمان طريق للتجارة وللحروب كمان. نهر الراين كان شريان الحياة في ألمانيا، وكانت كل السفن بتنقل البضائع بتاعتها من عليه من زمان جدا. ومن كتر أهميته كان كل ملك أو حاكم كان يبني قلعة على الجبل علشان يراقب النهر ويفرض ضرائب على اللي يعدي. لكن مع مرور الوقت الحكاية اتغيرت، الطريق اللي كان طريق للحروب بقى دلوقتي طريق للسلام وللحب. الناس بتيجي دلوقتي تركب مراكب صغيرة وتمشي وسط النهر ده، تشوف الطبيعة. والمكان هناك منتشر فيه مزارع العنب، فبيشوفوا مزارع العنب اللي هناك ويشموا ريحة العنب ويشوفوا القلعة اللي بقت رمز تاريخي وأثر من الآثار اللي مشهورة في ألمانيا. في قصة مشهورة، خرافة كانت بتتقال عن السفن اللي بتغرق في المكان ده، عن بنت اسمها لوغلاي. كانت قاعدة فوق صخرة عالية بتغني بصوت ساحر، وصوتها كان بيخلي البحارة ينسوا نفسهم ويغرقوا في النهر، زي قصة النداهة كده. في ناس لحد النهاردة بيقولوا ان بيتهيأ لهم ساعات انهم بيسمعوا الصدى بتاع صوتها في الريح. الألمان عندهم مثل بيقول wo Wasser ist da ist Leben، يعني فين ما تلاقي مية تلاقي فيه حياة. وده بالظبط اللي بيوصف نهر الراين. نهر عمره آلاف السنين ولسه لحد النهاردة بيدي الحياة لكل مدينة بيعدي فيها.